الوصفة دي هتكرروها كتير وهتحبوها جدا من كتر ما ريحة السمسم فيها بتفكرنا بطعم زمان. دقيق وعليه رشة ملح، معلقة خميرة، معلقة سكر، 3 معالق لبن بودر، كمان رشة كركم ومعلقة من الزعتر. هقلبهم كويس وبعدين هنزل بكوباية من المية الدافية، وكمان هنزل معايا من كوباية رايب او كوباية زبادي، وبعدين معلقة كبيرة من زيت الزيتون او اي زيت نباتي. بعدين هبتدي اعجن لمدة 8 دقايق. خدوا بالكم الرايب هنا ممكن يخلينا نحتاج ان احنا نضيف دقيق زي ما حصل كده. اول ما الاقيها بتلزق معايا ومستمرة بقى مش عايزة يعني التلزيق بتاعها مستمر معايا، لازم اضيف لها دقيق. هعجنها كويس وبعد كده هسيبها تختمر. انا هنا عجنتها لمدة 9 دقايق. بعد الاختمار اهبطها وبعدين اخدها اعملها بار واقطعها كور حسب حجم الساندوتش اللي انا عايزاه. هحضر كمان طبق فيه سمسم، وهحضر كمان طبق فيه ميه ومعلقه من العسل الاسود وادوبها، علشان العسل ده هو اللي هيخلي السمسم يبقى لازق في الفطاير. هاخد القطعه وافردها كده بالطول وبعد كده الفها رول، وبعدين افردها كمان بصوابعي. بعدين اخلي الطرف ده زي ما انتوا شايفين كده ارققه خالص، واخد الطرف التاني وادخله جواه واحاول اقفل عليه كده بالطرف اللي انا فردته قوي. بس كده هاخدها احطها في الميه بالعسل وبعدين احطها في السمسم وتديني الشكل ده. كده انا خلصت واختمروا معايا. بعد كده هدخلهم على فرن ساخن مسبقا على درجة 180، الرف اللي من تحت كده احطه تحت الشواية يطلع لنا بالشكل القمر ده. ريحته زي ريحة البقسماط. هي ممكن العجينة دي ممكن نعمل منها بقسماط على فكرة. طالعة محمصة وريحتها حلوة وكمان السوا بتاعها من تحت حلو جدا. دي الكمية اللي معايا، كمية بتاعت كيلو وتقريبا يعني كده كيلو وربع، لان انا زودت دي اثناء ما كنت بعجن. كمية كبيرة والساندوتش حجمه حلو يعني الواحدة فيهم كده ساندوتش جميل يعني يملى العين ويشبع. هقطع واحدة دلوقتي نعمل ساندوتش مع بعض دلوقتي. هنا زعتر وده زيت زيتون، وعندي كمان هنا بيبروني، زيتون هالوبينو، خس، طماطم، زي ما انتوا عايزين. في اساسي في الساندوتش ده هنستخدم الجبنة الموتزاريلا. هنا انا قطعت واحدة هنشوف قلبها من جوه، شكل السوا بتاعها من جوه عامل ازاي. يعني انا حاسة ان السوا بتاعها مظبوط والله. طالما ريحته كده طلعت في البيت وريحته حلوة اعرفوا ان هي مستوية. شايفين مستوي زي الفل والله زي الفل. هنبتدي بقى نحضر الساندوتش بتاعنا. أنا اول حطيت الزعتر وزيت الزيتون وهحط عليه كمان جبنة موتزاريلا وبعد كده حلقات من الزيتون، وهقفل الساندوتش بتاعي. الزيتون التاني برضو والساندوتش التاني برضو عليه موتزاريلا والبيبروني، وكمان هحط حلقات من الهالوبينو وحلقات من الزيتون، وبعدين هقفل الساندوتش ده. ظهر الساندوتش شايفين شكله حلو ازاي من زيت الزيتون طبعا. انا كده هدخله الميكرويف دقيقتين هيطلع. وبعدين بعد ما يطلع بقى هضيف بقى الخضار بتاعي، الخس والطماطم والفلفل. هنقطع الساندوتش دلوقتي كده بالسكينة ونشوف شكله كده على بعضه كده من جوه عامل ازاي. ريحته مشهية جدا، يعني اقول لكم الريحة بتاعت الساندوتش ده زي ريحة البقسماط. هنشوف دلوقتي شكله حلو قوي للمدرسة على فكرة، حلو للفطار يعني. ساندوتش هايل جدا والله، شكله مشهي جدا. شايفين الجبنة، شايفين شكل ترتيب الساندوتش من جوه رائع جدا. اتمنى ان الفكرة تعجبكم وتنفذوها وبس كده.